السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميسي ونيمار يريدان نجم توتنهام. ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نجمي برشلونة الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار طلبا من إدارة برشلونة ضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. وقالت صحيفة إكسبريس البريطانية اليوم الجمعة أن ميسي ونيمار طلبات توقيع مع ديلي إيلي نجم توتنهام، مؤكدين أنه سيكون إضافة قوية لوسط برشلونة. وكان إيلي ألمح إلى إمكانية مغادرة توتنهام، حيث قال: لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيحدث، من المهم بالنسبة لي الاستمتاع سواء بقيت مع توتنهام أو ذهبت إلى مكان آخر. الخبر الثاني: جيرار بيكي يرشح كريستيانو رونالدو للتفوق على ميسي. في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، قال بيكي إن كريستيانو رونالدو هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية القادمة، لقد فاز بدوري الأبطال والدوري الإسباني. بالنسبة لي ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ولكن هناك اختيارات أخرى سوف نراه. وأكد الإسباني بيكي مدافع برشلونة أنه لا يزال على قراره بالاعتزال دوليا بعد كأس العالم 2018 في روسيا. وحول المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة وانعكاسه على المنتخب الإسباني، قال بيكي: راموس يدافع عن مدريد وأنا أدافع عن برشلونة، عندما نتواجه كل لاعب يدافع عن فريقه، وعندما نكون في المنتخب نقاتل من أجل ألوانه. الخبر الثالث والأخير: بونوتشي إلى AC ميلان. أكدت تقارير صحفية إيطالية أن الاتفاق بين يوفنتوس وميلان على انتقال المدافع ليوناردو بونوتشي قد يحدث هذه الليلة. وأفادت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن الصفقة على الأرجح سوف تتم هذه الليلة، حيث أن المفاوضات تسير بسرعة منذ أن ظهرت بداية الأنباء مساء الأربعاء. وقالت الصحيفة: يعتقد أن اللاعب وافق على البنود الشخصية مع الميلان، بينما لم يوافق يوفنتوس حتى الآن على العرض المقدم من ميلان، حيث يطلب 40 مليون يورو لإتمام هذه الصفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.